السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله، يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله هنعمل مع بعض النهارده بسكوت خفيف ولذيذ ومكوناته بسيطة جدا. بسكوت سادة. توكلنا على الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة جبت نص كوباية سكر عادي خالص مش بودرة. حطيت عليه نص كوباية زيت وربع معلقة فانيليا. حطيت بيضة واحدة. هنقلبهم كويس قوي مع بعض لغاية ما يمتزجوا كويس قوي ويتخنوا معايا. الخليط ده يتخن معايا ويبقى لونه فاتح. شايفين يفتح ازاي؟ هو كده تمام بقى جاهز معايا. حطيت عليهم كوبايتين دقيق ومعلقة صغيرة بيكنج باودر مش مليان ورشة ملح. الملح اقل من ربع معلقة، يعني حاجة بسيطة خالص، اقل من ربع معلقة صغيرة. وهنقلب كده بالمعلقة وبعد كده يعني احنا بنقول هنقبص، بس انا معرفش ايه في البلاد التانية بيقولوا ايه. احنا هنقعد نعمله بايدينا مش هنعجن، يعني بصوابعنا بس كده لغاية ما نلم العجينة معانا. شايفين العجينة كده بقت معايا مظبوطة جدا ومحطتلهاش مية نهائي. هنفضل نعمله بصوابعنا لغاية ما يلم معايا، مش هنحطله مية نهائي. قسمت العجينة طبعا، ودلوقتي بدهن الصواني بتاعتي زيت عشان هشكل واحط فيها. انا هشكل على دي دلوقتي. ده النص الابيض اللي انا هعمله، بعمله زي شكل كوره كده، وبعد كده بقوم حاطه على دي واضغط عليه ضغط خفيف. عايزه يبقى يطلع شكل النقط فيه العجينه، يعني تدي شكل حلو قوي. على فكره ممكن تشكلها باي حاجه، ممكن تعملها باي شكل انت عايزاه. السكر اللي انا بحطه على وش العجينه ده اختياري، لو مش عايزه تحطيه بلاش، بس انا بحبه كده. جربي باي طريقه تناسبك يعني. دول معلقتين حليب، وحطيت عليهم معلقه صغيره مليانه كاكاو خام، وهقلبهم كويس في بعض لغايه ما يعني يمتزجوا ببعض كويس قوي. ودلوقتي انا هحطهم على نص العجينه التانية. ده البني اللي هنعمله معانا. بسكوت لذيذ قوي ومكوناته بسيطه، والكوبايتين دي يطلعوا لي كميه حلوه قوي على فكره. انا بفضل بقى اخلص كده. خلاص هي بقت اللون، الكاكاو دخل فيها كلها، يعني بقى لونها موحد. هعمل نفس اللي عملته في العجينه البيضاء. هكور العجينه على شكل كور وهقوم ضغطها على دي، اطلعها تديني شكل حلو قوي من فوق. يعني زي ما انا قلت السكر ده اختياري، اللي انت تحطيه على الوش، مش عايزه تحطيه مفيش مشكله، مش هيقصر ويعجب ولادك جدا على فكره. احنا هنحطه في الفرن بعد ما نخلص على درجه حراره 170 لمده 25 دقيقه، ومش بنفتح الشوايه عليه. خلصت كده الكميه ادخلها الفرن. انا دخلتها زي ما انا قلت 170 درجه الحراره 170. انا حطيته 25 دقيقه. وعلى فكره ما بشيلوش من الصينيه لما يبرد خالص عشان ما تكسرش معاكي. مقرمش وجميل جدا على فكره، ولو عملتيه مش هتبطلي تعمليه. شوفوا الكميه ما شاء الله. طبعا في الفيديو مش باينه زي الطبيعي، عمل كميه كبيره. كل ده من كوبايتين دقيق. ويا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، وحاولوا تجددوا وتعملوا اللي يناسبكم والمتاح عندكم. حاولوا تشكلوا وتعملوا ولادكم حاجات كويسه، علشان الاطفال بيحبوا الحاجات الجديده دي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.